امال ايه اللي بيحصل باسم الدين ده يا شيخ محمد؟ يا شيخ والله لا علاقة له بالدين، أقسم بالله وأنا بقولها لله. شتتوا الناس وشوشوا الناس والله لا بالفعل. علاقة لما يحدث بالدين. أنا لا عندي والله ما لي حاجة عندي مخلوق على وجه الأرض، والله صادق ما لي صادق حاجة عندي صادق أحد. أنا أقول صادق. لله ونصرة للدين. ما يحدث باسم الإسلام لا علاقة له بالدين أبدا. الدين يا أخي عدل ورحمة وأدب وأدب. نعم. حتى الأسرى ولو كانوا كفارا لهم منهج في التعامل في دين الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ده الأسير حرق. ده الأسير الكافر. أنا بتكلم عن الأسير الكافر ليس المسلم وليس الكافر. ما هو الراجل ده كان جاي يقاتل وجاي يذبح وجاي يقتل، بس قبض عليه أو صار أسيرا. هو كافر أصلي، كافر أصلي. رب العزة قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي يطعمون الأسرى الطعام مع حبهم لهذا الطعام واشتهائهم له. كان عزيز بن عمير أخو سيدنا مصعب رضي الله على مصعب لما أسر في بدر بيقول إيه؟ بيقول كان الصحابة إذا وقفوا على لقمة خبز خصوني بها. يعطوها إياه، يديها له، لأن الخبز كان يعني يعتبر من أغلى ما يأكله العربي. فكانوا يأكلون هم التمر ويدلوا هو الخبز، لأن الخبز يقول فأستحي أن أخذ قطعة الخبز أو كسرة الخبز من أحدهم فأردها عليه فلا يقبلها فتظل. يعني ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أمرهم بإكرام الأسرى. نعم. الشاهد أن الإسلام يعني أما ترجع إلى قيم هذا الدين وأخلاق هذا الدين، يعني كهذا الذي خرج علينا مثلا يحتج علينا بأن الصديق رضي الله عنه قد حرق. يا رجل اتق الله. مش حرق فجاء السلمي؟ اتق الله. يعني ما هي دي المصيبة الكبرى يا دكتور محمد، أننا يعني ننقل أحيانا من بطون الكتب. وأنا أقر وأعترف أن كتب التاريخ تحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى تحقيق وإلى تصحيح. وأنا قلت التاريخ في أخطر مراحل لم يدون إلا بعد زوال دولة بني أمية، وقام على تدوين التاريخ في هذه المرحلة الخطيرة 3 طوائف. الطائفة الأولى طائفة الشيعة أو الروافض، شعوبيون هم الذين كتبوا روايات كثيرة جدا للانتقام من الصحابة رضي الله عليهم، من عمر ومن أبي بكر وعمر وعثمان ومن عائشة رضي الله عليهم. فذكروا روايات كثيرة من بينها هذه الرواية للنيل من الصديق. هو ألم يحرق سيدنا أبو بكر الصديق فجاء السلمي؟ رواية باطلة هذه من روايات الشيعة. يعني سبحان الله، هذه الرواية باطلة لا تصح على الإطلاق. حرق الصديق لفجاءة السلمي رضي الله عنه الصديق، هذه رواية باطلة مدار سندها على علوان ابن داود البجلي. مدار سندها على علوان ابن داود البجلي. هذا قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال فيه الحافظ أبو زرعة صح عندنا أنه يكذب. فالشاهد هذه من روايات التي وضعتها الشيعة. الطائفة التي حرقت داعش مثلا حرقت أحد الناس وتستدل بهذا من الدين. أنا بقول لحضرتك قوة القضية في سوء الفهم عن الله ورسوله. ثم أخ محمد يعني هذه الروايات قد يغتر بها البعض فيجدونها مكتوبة في بعض كتب التاريخ. أنا بس يعني أبين هذه المعلومة الخطيرة. بقول الطائفة اللي هو طائفة الشيعة. الطائفة الثانية طائفة يعني مناقضة لها طائفة الخوارج وأيضا لها روايات. والطائفة الأخرى وطائفة أهل السنة كابن كثير والإمام ابن الأثير والحافظ ابن عساكر والإمام ابن جرير الطبري وغير هؤلاء، لكنهم نقلوا كل الروايات. والذهبي له أيضا. والذهبي فيه ضعف أيضا. لا أنا بقول لحضرتك نقلوا كل الروايات بسندها خلي بال حضرتك. حتى يأتي بعد ذلك من يجيدون السباحة في هذه البحور الهائجة ليقفوا على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على سند الرواية. يعني جمعوا الروايات بسندها ومن يأتي يحقق في هذه الروايات. زل في هذا كثير من أهل الفضل. زل. ابن جرير نفسه يقول في عنده روايات لا يصدقها العقل وتستشنعها النفس ولا يصدقها هو نقل. لكن دوري أنا أن أحقق الرواية وأقول هذه الرواية باطلة لا تصح سندا ولا متنا وأنقد الرواية.
هذا هو ولذلك أنا قلت قبل كده لا يصح لرجل مشوش الفكر زائغ العقيدة مريض القلب أن يتكلم في حق الصحابة رضي الله عنهم عليهم رضوان لأن الله. الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة تمام. وإخلاصا في النية تمام. ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين وكذب الكذابين والوضاعين. تمام. طب هل التعذيب بالحرق موجود في الشريعة الإسلامية؟ إطلاقا. لا أنا حرق. ذكرت لك الآن هذه الرواية التي يستدل بها رواية باطلة.